بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوزير، السيد رئيس منتدى رجال أعمال روسيا، السيدات والسادة الحضور، نلتقي اليوم في هذه المدينة الجميلة العريقة، إحدى كبريات عواصم العالم، أذكر موسكو، بمناسبة الزيارة التي أتشرف بأدائها إلى فيدرالية روسيا الصديقة بدعوة من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين لأشارككم جلسة افتتاح لقاؤكم هذا، وهو منتدى رجال الأعمال الجزائري الروسي. إن هذا الملتقى فرصة ثمينة للاطلاع على الإمكانيات الاقتصادية المتاحة في البلدين. فالجزائر التي انطلقت في برنامج إنعاش اقتصادي متعدد الأبعاد وجعلت من السنة 2022-2023 سنة الإنعاش الاقتصادي، أدرجت في أولويات مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للاستثمار بغية توفير بيئة أعمال ملائمة، حيث تم إصدار القانون الجديد للاستثمار وتبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمار وتسريع مفهوم المقاولاتية وإنشاء المؤسسات الصغيرة والناشئة وتكريس التوجه نحو التحول التكنولوجي والرقمنة والاقتصاد المعرفة. وعلى سبيل المثال يجدر التذكير بالإجراءات العملية التي تجسدت في إطار هذا المسار، ومنها إنشاء وكالة لترقية الاستثمار لمرافقة الراغبين في إطلاق مشاريعهم الاستثمارية من المتعاملين الجزائريين والأجانب، وتوفير حافظة عقارية مخصصة للاستثمار بعد عمليات مدروسة لتطهير وتأهيل العقار الصناعي وتهيئة عوامل الاستقطاب والمستثمرين ورجال الأعمال نحو مناطق صناعية ومناطق نشاطات المؤسسات الصغيرة، مع إحاطة كل ذلك بقواعد التنافس والشفافية وتوفير كافة الضمانات التي تتيح بعض شركات قائمة على مبدأ رابح رابح. وهنا أشير كذلك على ما لا يذكر في التقرير، وهي محاربة البيروقراطية، لأن نعتبر أن السرعة في الاستثمار والنجاعة في الاستثمار تتطلب تحرير الاستثمار من الإدارة ومن البيروقراطية. وعلى هذا الأساس أمضينا نصوص التي تجعل هيئة الاستثمار لاجونس دانفستيسمون هي المقرر الوحيد للاستثمار، لا إدارة ولا، لأن من المفارقات في الجزائر هو أن اليوم رأس المال الوطني 85% منه بين أيادي الخواص، ولكن مع الأسف المال المتداول في الميدان الاقتصادي والتجاري والتبادلي هو لحد الآن ما يقارب 92% مال عام. وهذا الخليط بين المال العام والاقتصاد الخاص هو اللي يجعل الرقابة والقضاء
وانحرافات إلى آخره. نتمنى إن شاء الله عن قريب باش القطاع الخاص الوطني والأجنبي والروسي صديق يعني يبادروا بفتح بنوك خاصة لهم حتى يصبح الاقتصاد خاص حقيقة، مال خاص ومصانع خاصة إلى آخره. ما بين الخواص ما فيش انحرافات، فيه معاملات مقبولة كلها. إن أمامكم فرص حقيقية لاستكشاف إمكانيات التكامل الاقتصادي في العديد من المجالات، خاصة وأن الجزائر مقدمة على تنفيذ خطة استثمارية في السنوات المقبلة في مجالات الطاقة والبنى التحتية والفلاحة والمنتجات الصيدلانية والصناعة الغذائية والتحويلية. اليوم الجزائر فيه نهضة اقتصادية تمشي بوتيرة سريعة جدا، لأن تداركا لما فاتنا من وقت وما فاتنا من فرص استثمار وتبادل استثماري مع أصدقائنا ومع إفريقيا ومع البحر الأبيض المتوسط. ولذا فحاليا فيه ما يقارب 1450 مشروع صناعي في قيد الإنجاز، وأتمنى أن يكون أكثر، لأن لمدة طويلة الجزائر كانت تعتمد فقط على المحروقات، واليوم تقرر من خلال السياسة الجديدة للجزائر أن نتحرر نهائيا من المحروقات. تبقى المحروقات المورد مالي يعني نستعين به في التنمية، ولكن مش الأساس. وعلى هذا الأساس لسنة 2021 بدينا في العملية هذه، وقررنا أن الصادرات الجزائرية ستكون في مستوى 7 ملايير دولار آنذاك. قد يبدو الرقم قليل أو ضعيف، ولكن بالنسبة للماضي فهو معجزة، لأن في الماضي منذ 30 أو 40 سنة لا تتجاوز الجزائر مداخل تفوق 1,700 مليار 800 مليون دولار خارج المحروقات. في سنة 2022 وصلنا إلى ما يقارب رقم 7 ملايير، ونطمح في هذه السنة هذه سنة 2023 إلى 13 مليار دولار، وتكون العجلة قد انطلقت. إن التنمية حاليا سواء في الصناعة التحويلية، في الصناعة الغذائية، في الفلاحة، في الشركات الناشئة الستارت اب. بالنسبة للستارت اب كنا احنا بالتقريب الدولة الأخيرة في قارتنا الإفريقية. اليوم أصبحنا من الأوائل. ونطمح إلى ما أكثر إن شاء الله. ولما أقول تعاون الجزائري الروسي، فنحن نعلم وأصدقاؤنا الروس يعلمون كذلك أن فيه إمكانيات هائلة بالنسبة للتحويل التكنولوجي، بالنسبة للتكامل، بالنسبة للسياحة، بالنسبة للفلاحة، بالنسبة كذلك للعلوم الدقيقة. لا أطول عليكم، أتمنى لملتقاكم هذا النجاح، وشاكر لأصدقائنا في روسيا الفيدرالية على حفاوة الاستقبال. وأنا متأكد أن اجتماعكم واجتماع سان بطرسبورغ إن شاء الله سيكللان بالنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.